من الحاجات برضو اللي بتقلق البيشنتس بعد عمليات الجراحات التجميل هو الوجع أو البين. هحس بوجع قد إيه بعد العملية؟ الحقيقة إن مفيش عملية 100% pain free، لازم يبقى في نسبة وجع بعد العمليات. حتى مع كل الموداليتيز اللي احنا ممكن نعملها لازم يبقى في نسبة وجع. اول حاجه لازم نعرفها ان البين ريسبونس بيختلف من شخص للتاني. في بعض البيشنتس البين عندها ما بيبقاش مشكله كبيره قوي بعد العمليه، لكن في اشخاص تانية البين بيعمل لهم بيبقى شديد، وبيعمل لهم يعني functional disability، ما بيقدروش يتحركوا او يعيشوا حياتهم بشكل كويس بعد العمليه. لكن احنا في موداليتيز بنعملها اثناء وبعد العمليه بتخلي ان الانتنسيتي بتاعت البين تبقى قليلة شوية بعد العملية. من الحاجات دي ان احنا بنحقن بنج موضعي اثناء العملية او لوكال انستاتيك. ده الايفكت بتاعه بيقعد up to 18 hours او 18 ساعة بعد العملية. وبنستخدم اثناء العملية برضو حاجة اسمها nerve blocks، ان احنا بنعمل انستيجيا او desensitize النيرف اللي هو مسؤول عن منطقة معينة، بحيث ان هو يبلوك البين في المنطقة دي. ده الايفكت بتاعه ممكن يقعد up to 36 hours او 36 ساعة بعد العملية. بعد العمليات برضو بنستخدم حاجة اسمها patient controlled analgesia او اللي هي معروفة باسم البي سي اي. دي بتبقى مضخة فيها مسكنات قوية شوية، بتقعد معانا أول 36 أو أول 48 ساعة بعد العملية. بتساعد جدا في الكنترول بتاع البين والريليف بتاع البين، بحيث إن البيشنت يبقى عنده almost free pain experience، لكن مش 100% pain free experience.